السلام عليكم. اللي حصل النهاردة في شاطئ أبو تلات بجد كان كارثة كارثة كبيرة جدا. أتوبيس كبير تبع أكاديمية في الصعيد، بنات وشباب جايين هنا رحلة في اسكندرية. طبعا كان للمؤسف إن البحر كان عالي جدا النهاردة، وكانت الراية حمراء، فكان ممنوع 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 النزول. طبعا توجهت بنت جري، خلفت التعليمات، بنت مش شاب، توجهت لحد نص البحر جري. طبعا الموج جرفها، فطبعا جريوا كل الشلة واصحابهم الكتير دول، يعني فوق تقريبا 124 أو 150 حد دخلوا جري وراهم. طبعا المنقذين طبعا مش كتير، كام واحد بالظبط يعني تعدى على الصوابع، يا دوبك أنقذ اللي أنقذه، والباقي يعني 6 حالات وفيات، يعني البقاء لله، ربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا. وحالات كتير بقى مصابين في المستشفى، وطبعا موضوع يعني كارثة. والمشكلة بقى ان البنت اللي دخلت الأولى دي المنقذ أنقذها، يعني دي نجت، وصحابها توفوا، بقاء لله.